لما بنسمع قصة لأي سفاح، أول حاجة بنفكر فيها هو ليه بيعمل كده، وإيه اللي وصله لكده، وإزاي في إنسان يقدر يعمل البشاعة دي كلها. أكيد في حاجة في تكوينه النفسي وصلته لكده وخلته يعمل كل ده. النهاردة في أول حلقة من حلقات بودكاست أعرفك بيه، خليني أعرفك بسيكولوجية السفاح، وخليني أحكي لك قصص لأشهر السفاحين اللي مروا على تاريخ مصر بتفاصيل عمرك ما هتتخيلها. وكمان خلينا نربط القصص دي بالنظريات العلمية عشان في آخر الحلقة تبقى فهمت إزاي السفاح بيفكر. السلام عليكم، يومكم لذيذ جدا جدا جدا. وخلينا نبدأ بكلمة السفاح. كلمة سفاح مش بتتقال على أي قاتل، يعني أي قاتل مش سفاح، لكن كل سفاح قاتل. إزاي بقى؟ كلمة سفاح بتطلق على الشخص اللي ارتكب أكتر من جريمة قتل على فترات متباعدة، وهنا كلمة السر فترات متباعدة، يعني عمل جريمة ريح شوية، راح عمل جريمة تانية وريح تاني، وهكذا. وبرغم ان كلمة سفاح هي كلمة معاصرة، ولكن المؤرخين بيأكدوا ان مفهوم السفاح موجود من زمان قوي. ولكن الناس لما كانت بتكتشف الجرائم دي كانت بتفتكر ان هي من عمل المستذئبين والوحوش والسحرة، ولما كانوا بيكتشفوا المجرم الحقيقي اللي هو انسان عادي، يعني كان المجرم ده بيقول انا كنت بعمل كده لأغراض خارقة للطبيعة. نبدأ بقى في الجد. اول ما اقولك ان انا هحكي لك عن سيكولوجية السفاح، او ببساطة ازاي السفاح ده بقى كده، اول حاجة هتيجي في دماغك ايه؟ بالظبط، طفولة السفاح. وده بالظبط اللي اتكلم عنه الطبيب النفسي جي.ام ماكدونالد في نظريته ثلاثي ماكدونالد او ماكدونالد تريد. ببساطة شديدة جدا ثلاثي ماكدونالد دول 3 علامات، لو وجد منهم علامتين في طفل صغير معناها ان فيه احتمالية كبيرة شوية ان الطفل ده لما يكبر يبقى عنيف، ومعنى ان هو عنيف يعني هو عنده احتمالية كبيرة انه يبقى قاتل او سفاح او لص. طيب ايه هما ال3 علامات؟ اول علامة هي اشعال النيران، وده مش معناها ان الطفل بيولع في البيت او في اوضته، لا لا خالص. الموضوع بيبقى على سكيل صغير، بمعنى بيولع مثلا في لعبة، بيولع في ورقة. تاني حاجة كثرة التبول اللا ارادي بعد سن ال12. والاخيره وافتكرها كويس قوي 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 مليون مره، لان هي مهمه وهنحتاجها كتير طول الحلقه وهنحتاجها قدام، وهي العنف ضد الحيوانات، خصوصا الحيوانات الاليفه، خصوصا اكتر واكتر القطط. وهقول لك ليه تحديدا القطط، لان دي نقطه مهمه قوي، ولما عرفت اشمعنى القطط تحديدا كنت اللي هو واو، ايه ده؟ احنا نرجع للنقطة دي بعدين، ولكن دلوقتي خلينا نربط الكلام ده بقصة حقيقية ونشوف نظرية ثلاثي ماكدونالد حقيقية ولا لا. خليني اعرفك بقصة لص وسفاح، ومش اي لص ولا اي سفاح، ده كان مقرب لفنانين الجيل اللي فات، منهم مين؟ عبد الحليم والشاعر كمال الشناوي والكاتب الصحفي مصطفى امين، وكانوا اصحابه خالص وبيتعاملوا معاه عادي لحد ما اتكشف. وبسبب قربه من بعض الفنانين، وبسبب انه كان عنده دار نشر بيستخدمها كستار، وبسبب ان اتكتبت عنه الكثير من الروايات والافلام، لما اتقبض عليه اتسمى بيه اللص المثقف او السفاح المثقف، وهو محمود امين سليمان. اول جريمه، والله مكسوفه وانا بقولك ان هي جريمه، ولكن اول جريمه ارتكبها محمود كان عنده 7 سنين. وسرق ايه بقى يا ايه؟ سرق 4 خيارات، 1 2 3 4 خيارات. بس بص النطة بقى، اول مرة اتقبض على محمود كان عنده 9 سنين. ليه؟ لانه انضم لعصابة وهو عنده 9 سنين. العصابة دي كانت مهمتها ان هي بتسرق منازل الاثرياء، وكان دور محمود انه يتسلق الاسوار العالية بسبب رشاقته وخفة وزنه، ما هو صغير بقى في السن. وبعدين اتقبض عليه، ولكنه اتسلم لأسرته لأنه كان صغير في السن. حد سامعني بقى وفايق هيقول لي ايه؟ ثلاثي ماكدونالد اصلا ما فيهوش سرقه. هقول له انت شاطر وهتاخد جايزه المستمع الذهبي عشان انت شاطر. فعلا ثلاثي ماكدونالد ما فيهوش سرقه، ولكن الاكيد ان السرقه فعل قبيح. طب انا ليه ما جبتش حاجه بالظبط؟ لان المعلومات المتوفره عن السفاحين في مصر والوطن العربي
بالذات عن نشأتهم مش كتيرة خالص. احنا هنا بنهتم اكتر بالسفاح والعمل ويعني الحاجات اللي في الحاضر، ما بنهتمش ابدا بنشأته وتكوينه زي الناس بره. لذلك ده كان اقرب مثال لثلاثي ماكدونالد وفكرته، وهي شذوذ الافعال في الصغر اللي عليها بيبقى الانسان في احتمالية كبيرة انه لما يكبر يبقى عنيف، بالتالي سفاح او مجرم. وده اللي اتحقق فعلا، لان محمود من اخطر القتلة المتسلسلين اللي عدوا على تاريخ مصر. ليه بقى؟ يا ترى عمل ايه؟ تعال احكي لك. محمود لوحده مرتكب 58 جريمة سرقة، وهو اللي معترف بيهم. وما كانوش اي سرقة كده وخلاص، لا، دول كانوا سرقات من العيار التقيل. يعني عندك مثلا سرقة لفيلة امير الشعراء احمد شوقي، ومن ضمن الحاجات اللي سرقها كانت نخلة ذهبية، يعني مصنوعة كلها من الذهب وكمان اللؤلؤ، كانت مهداة لامير الشعراء من البحرين. ومنهم كمان محاولة سرقة لمنزل ام كلثوم، وفي مصادر بتقول انه سرق المنزل فعلا. نيجي بقى للحتة اللي كلها تشويق، ازاي محمود وقع في ايد الشرطة؟ الحقيقة محمود اتقبض عليه مرتين. اول مرة لما بلغ عنه اخو زوجته لانه اكتشف انه سارق، ولما اتقبض على محمود قال على 58 جريمة كلهم. ولكن محمود قدر يهرب لانه كان بيشك ان في علاقة ما بين المحامي بتاعه وزوجته. محمود قعد يدور على المحامي بتاعه في كل مكان المحامي ده ممكن يروحه، ولكن ما لقاهوش، فقال خلاص اتخلص من مراتي الاول. وفعلا لقاها وضرب عليها نار، ولكنه ما صابهاش هي، اصاب اختها، قامت ماتت، فقام هرب محمود. طبعا انت فاكر انه هرب عشان يدور على المحامي، ولكن مش ده اللي حصل. محمود راح قتل الموظف لانه كان بيشك ان الموظف ده على علاقه باخته الصغيره. وفي سكته عمل كام محاوله سرقه على 8 جرائم قتل، لان الهرب ده بفلوس يا جماعه، والهرب ده ببلاش، الراجل محتاج سيوله عشان يعرف يهرب بيها. وبعد كل اللي حصل ده محمود قعد يفكر، اروح فين اروح فين؟ قال بس هروح مسقط راسي هنا. وفعلا محمود لقى شاحنه. هو شاحنه يعني ايه صحيح بالعاميه؟ مش عارفه، عربيه نقل مثلا. يعني بص، هو عامه لقى شاحنه خلاص. وفعلا محمود لقى شاحنه ووقفها. قال له رايح هنا يا اسطى؟ قال له لا، انا رايح بني سويف. قال له ماشي يلا ما يضرش. لكن في نص السكه السواق اكتشف ان اللي معاه ده اللص والسفاح اللي مدوخ مصر كلها. مؤسسة الشرطة وقتها كانت أعلنت عن جايزة قيمتها 1000 جنيه للي يبلغ عن السارق. ولو مستقل بال1000 جنيه، فال1000 جنيه دي كانت مبلغ كبير قوي وقتها، يعني حوالي 2.5 مليون بحسبتنا اليومين دول. المهم السواق وقف عند أقرب نقطة مرورية وقال لمحمود معلش أنا هنزل أوري الضابط الرخص. طبعا واحد بعقلية محمود ما يدخلش عليه الكلام ده، وللأسف السواق كان ناسي مفاتيح العربية جواها. فمحمود استغل الفرصة وضرب على الشرطة نار وأصاب واحد منهم وموته، وقام واخد الشاحنة وطلع يجري. بعد 19 ساعة الشرطة قدرت توصل للشاحنة، ولكن محمود ما كانش جواها. ولكن لأن غلطة الشاطر بجون، فمحمود نسي جواها الشيء اللي هيتسبب في انه يقضي عليه، وهو لبسه. محمود كان شاطر جدا 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 في التنكر، لذلك هو غير هدومه بسرعة وتنكر في شخصية انسان تاني جديد بقى ايا كان هو مين، وساب لبسه القديم في الشاحنة. وده اللي خلى الكلاب البوليسية تقدر توصل لمحمود اللي كان مستخبي في مغارة بجبل حلوان. حصرته رجال الشرطة لمدة 75 دقيقة، ولكنه رفض الاستسلام، فحصلت مواجهة ما بينهم انتهت بمقتل محمود ب17 رصاصة. هسألك سؤال، هل قصة محمود وإن هو من صغره وهو منخرط في الأعمال الإجرامية ده تأكيد على ثلاثي ماكدونالد؟ خليني أسألك السؤال بشكل مختلف ويمكن يكون أعم شوية، هل في حتمية بين وجود الثلاثي وبين العنف في الكبر؟ الفكرة ان ماكدونالد نفسه عارض نفسه وقال يا جماعة انا صاحب النظرية، لكني ما لقيتش حتمية ما بين الثلاثي سواء وجوده كله او وجود جزء منه وبين ان الشخص ده هيطلع سفاح في الكبر. وبرغم ان ماكدونالد عارض نفسه، الا ان بعض العلماء خدوا النظرية دي على محمل الجد وصمموا على وجود الحتمية. يعني مثلا في دراسة اتعملت سنة 1966 واتنشرت في مجلة من أهم المجلات في عالم الأمراض النفسية، وهي مجلة American Journal of Psychiatry. اتعملت الدراسة دي على 84 سجين، وهنقسمهم لاتنين. القسم الأول فيه 31 سجين ارتكبوا جرائم عدوانية. الدراسة دي أكدت إن 3/4 يعني حوالي 23 واحد منهم عندهم ثلاثي ماكدونالد كامل، من إشعال نيران لتبول لا إرادي للعنف ضد الحيوانات. القسم الثاني فيه باقي 84 سجين اللي هم كام؟ 53 واحد، وهم ارتكبوا جرائم غير عدوانية. كان 15 واحد منهم بس عنده يا ثلاثي كامل يا قسوة ضد الحيوانات الأليفة فقط.
هتقولي ايه بس ما هو ماكدونالد عارض نفسه بنفسه. هقولك ماشي، بس النظريه دي هتخليك تفكر شويه. الفيصل في الموضوع ده كله هو انت قولي ايه رايك. هل بعد ما عرفت ثلاثي ماكدونالد وعرفت قصه محمود، هل انت شايف ان في حتميه ما بين وجود ثلاثي ماكدونالد كامل او جزء منه في ان الطفل ده لما يكبر هيطلع سفاح، ولا مفيش حتميه يعني مجرد صدفه؟ يبقى اول حاجه اتكلمنا عنها في سيكولوجيه السفاح هو ثلاثي ماكدونالد وقصه محمود امين سليمان. تاني حاجه هنتكلم عنها هي مواصفات السفاح، يعني سلوكه وصفاته. الصورة النمطية للسفاح هو واحد واخد بشلة في وشه، عينيه غليظة، شكله يخوف، وبيتكلم كده اهو، او يعني مش عارف تحسه فحم المعين شوية، بس هو كده يعني، انت فاهم قصدي. لكن في الحقيقة الوضع غير كده خالص. يعني بالعقل لو سفاح بيستدرج سيدات هيستدرجهم ازاي بالمواصفات الغريبة دي؟ اكيد هيبقى وسيم. وحتى لو مش بيستدرج سيدات، كل صور السفاحين اللي شفناهم لحد دلوقتي بتدل على ان السفاح ده شخص عادي خالص. بص، مش عايزه اخضك، بس انت بنسبه 50% اتعاملت مع سفاح قبل كده. مش وارد مثلا يكون خد منك اوردر في مطعم، مش وارد تكون قابلته في سوبر ماركت، مش وارد يبقى سألك على عنوان قبل كده. وده اللي فاجئنا بيه الاعلامي ابراهيم فايق. ابراهيم كشف انه كان يعرف السفاح وبيتعامل معاه شبه يوميا، وما كانش عارف انه السفاح لحد ما اتقبض عليه. ابراهيم كتب على اكس اللي هو تويتر، بس اخليها اكس لحد ما اشوف اخرة الموضوع ده ايه. المهم ان هو كتب: هكشف لكم عن مفاجأة بقى. سفاح الجيزة كان بيشتغل في سوبر ماركت أمام منزلي عند مستشفى الهرم تحت اسم قذافي، واستمر لسنين طويلة عايش معانا. والغريب انه ما كانش بيفوت فرد، وكان بيتعامل مع الناس بمنتهى الادب والود. لما شفت الصور ووقائع التحقيقات فضلت مصدوم فترة، لان ما كنتش متخيل ان البني ادم ده يطلع منه كل ده. سكوت بون عالم الجريمة والكاتب قال ان السفاح عنده قدرة انه يقلب من زوج صالح واب جميل وصديق مثالي لسفاح ثدي، حرفيا زي كبس النور، اون واوف. لان عندهم حاجة اسمها psychological compartmentalization. هي كلمة معقدة بس هشرحها لك ما تقلقش. الكلام ده معناه ان هم فاصلين ما بين شخصية الزوج الصالح والاب الممتاز والصديق الوفي، وما بين شخصية السفاح السادي. ودي مش شيزوفرينيا ولا اي مرض عقلي بيغيبهم عن اللي هم بيعملوه، لا خالص. خد الكبيرة، عالميا نادر قوي لما مجرم بيطلع من الجرائم اللي هو عملها بحجة ان هو مجنون عقليا، وده لان هم بيخضعوا للكشف الطبي على صحة قوام العقلية، ومعظمهم ده لو ما كانش كلهم بيطلعوا اصحاء عقليا. يعني هم فاهمين كويس قوي هم بيعملوا ايه، ولكنهم قادرين يفصلوا ما بين شخصياتهم اللي بتبان للناس كويسة وما بين شخصياتهم الحقيقية اللي هم كونهم سفاح. وده مش نابع عن مرض نفسي، ولكن نابع من غضب. ده غير افتقارهم للتعاطف والندم وعدم اهتمامهم بالقوانين والأعراف المجتمعية. ده غير رغبتهم القوية في الانتقام من الأفراد أو من المجتمع ككل من خلال ارتكاب جرائم عنيفة ومرعبة. سيبك بقى من السفاح خالص، فك كده، خلينا ناخد بريك ونريح ونلعب. نلعب فيها ايه؟ يلا يا عم نلعب شوية. هسألك سؤال بس بشرط تجاوب عليه في الكومنتس. قول لي 3 صفات للشخص الناجح، المثال كده، الشخص اللي انت بتشوفه في حياتك ناجح، قول لي 3 صفات ليه واكتبهم لي تحت في الكومنتس. يلا خلاص فكرت وكتبتهم في كومنت؟ يلا بينا. هسألك كام سؤال. هل من الصفات دي ان هو شخص شغوف، مركز على اهدافه، منظم جدا، مقنع جدا، صبور جدا جدا؟ عندك حق، كل الصفات دي موجودة في الشخص الناجح، ولكنها موجودة في السفاح البارع برضو. وده بالظبط اللي اكد عليه سكوت بون. انا بتحداك ان على الاقل صفة من ال3 صفات اللي انت اوريدي كتبتهم كان في واحدة فيهم تنطبق على سفاح الجيزة او قذافي، سواء الصفة دي كانت الهدوء او الذكاء الشديد او التخطيط الجيد او غيرهم. سفاح الجيزة او اللي هو قذافي اعترف ب4 جرائم هحكيهم لك دلوقتي بتفاصيل اتحداك ان حد حكاهم لك قبل كده. قذافي اصلا محامي وكان متجوز وعنده 5 اطفال والحياة كانت هادية وجميلة. طب ايه اللي حصل وصله لكل ده؟ قذافي كان عنده صديق اسمه رضا. القصة كلها هتبدأ من عنده، ولكنه هو مش اول ضحاياه. المهندس رضا كان مسافر بره مصر، وقذافي اللي هو صديق عمر المهندس رضا اقنعه انه يبعت له تحويشة عمره عشان يستثمرها له هنا في مصر. وفعلا المهندس رضا بدأ يبعت لقذافي مبالغ كبيرة جدا، وبموجب توكيل المهندس رضا عمله لقذافي، قذافي بدأ يشتري ممتلكات باسم المهندس رضا. الحق حق. من ضمن الممتلكات اللي اشتراها قذافي باسم المهندس رضا كانت مكتبة. وهنا بقى تبتدي القصة.
في المكتبة كانت شغالة بنت زي القمر اسمها نادين. قذافي حبها ولكنه حب من طرف واحد، وعشان ينتقم من نادين اللي هي ما بتحبوش، قذافي اتجوز اخت نادين واقنع نادين انه ليه علاقات في عالم الفن وانه هيساعدها تحقق حلمها ان هي تبقى ممثلة مشهورة، وجاب لها منتج على ان هو منتج من دولة عربية هياخدها معاه تسافر بره وتمثل، وعمل تمثيلية كده لحد ما استدرجها فين بقى؟ استدرجها لشقة في شارع ترعة عبد العال في بولاق الدكرور، وقتلها ودفنها في الشقة دي، وقال لهم دي نادين سافرت لبلد عربية علشان تحقق حلمها، وكان بيبعت لهم رسائل على انه نادين لكنه بيطمنهم على صحة نادين، وهو قتلها اصلا. هو مش بس قتلها، هو قتلها وعايش وسطهم عادي. ودي كانت اول جريمة يرتكبها قذافي، وكانت في مارس 2015. وللعلم قذافي عنده بنت من اخت نادين. تاني جريمة ما كانتش بعد الجريمة الاولانية بكتير، كانت في يونيو 2015 لما المهندس رضا كلم قذافي وقال له انا عايز اعرف حجم استثماراتي وممتلكاتي عشان انا بفكر ارجع مصر واستقر فيها. قال له بس كده؟ لما ترجع مصر هتلاقي كل الورق اللي بيثبت ممتلكاتك. وفعلا قذافي استقبل رضا في مكتبة من ممتلكات رضا، وعزموا على أكلة كشري يا عيني رضا كان نفسه فيها، ولكن طبعا كان قذافي حاطط له سم في الأكل. ومفيش دقايق وكان المهندس رضا توفى. قام قذافي حطه في شنطة سفر وراح بيه على فين؟ على شقة بولاق الدكرور، ودفنه هناك، وقام مبلط بلاط جديد. بذمتك في هدوء أكتر من كده؟ عارفاك بتسأل ايه دلوقتي؟ طيب يا آية فين أهل المهندس رضا؟ هقولك قذافي كان مأمن نفسه وبعت لهم رسالة من موبايل المهندس رضا وقال لهم انا اتقبض عليا وبس، وسكت وسابهم بقى عمالين يلفوا حوالين نفسهم ويدوروا على المهندس. بسبب التوكيل اللي كان عامله المهندس رضا لقذافي، قذافي قدر يبيع لنفسه كل ممتلكات المهندس رضا. والقصة اللي انا هحكيها لك دلوقتي دي انا ماليش دعوة بيها، دي القصة المنشورة في جريدة الأهرام. بحسب اللي كتب في الأهرام، زوجة قذافي في الوقت ده فجأة لقت جوزها غني، فزي أي ست مصرية أصيلة فضلت تدعبس وراه لحد ما عرفت جريمته. قامت خدت منه 350 ألف جنيه وهددته إنه لو دور عليها هتكشف ستره. فقام قذافي أقنعها إن هو مش عايز فلوس ولا حاجة، ده كل اللي عايزه من الدنيا هو مراته حبيبته. وما تفهمش ازاي، بس واضح إنه كان مقنع جدا لدرجة إن مراته صدقته. وأول ما رجعت البيت قدم لها عصير، وطبعا انت متوقع العصير ده فيه ايه؟ طبعا فيه سم. واول ما اتاكد ان هي ماتت قام نقل جثمانها لديب فريزر، ونقل الديب فريزر على شقه بولاق الدكرور، وقام دفنها في اوضه مجاوره للي فيها نادين والمهندس رضا، وخفى على جريمته خالص، ولا من شاف ولا من دري، وبمنتهى الهدوء اللي في الدنيا وضب الشقه واجرها. كميه بشاعه في التفاصيل مش ممكنه، ويا ريت القصه هتقف اصلا على كده. قذافي بدأ يحس ان وجوده في القاهرة في خطر عليه، فقام خد بعضه وراح اسكندرية، مش عشان يهدى ويستقر بقى، لا، عشان يبدأ صفحة جديدة من القتل. استقر قذافي في المنتزه واشترى حضانة ومحل اسماك ومحل للادوات المنزلية، وارتبط ببنت في الثلاثينات كده اسمها ياسمين، وكانت بتشتغل في المحل بتاعه، ووعدها بالجواز، وبسبب وعده ده خد منها 45 ألف جنيه. وبعد فترة ياسمين اكتشفت ان هو نصب عليها لان لا في فلوس ولا في جواز، قامت طلبته بالفلوس وقالت له يا تجيب فلوسي يا هفضحك. قام قال لها بمنتهى الهدوء تعالي لي بالليل على المخزن وانا هديكي فلوسك. البنت الغلبانة راحت المخزن وما رجعتش منه، قتلها ودفنها جوه المخزن من غير ما يسيب اثر واحد وراه. قذافي ما كفهوش اللي عمله في المهندس رضا، لا قال انا كمان هنتحر شخصيته بحيث ان لو قذافي وقع محدش لاقي له اثر. وفعلا اتجوز طبيبة صيدلانية باسم المهندس رضا وخلف كمان منها بنت. والد زوجته كان راجل غني جدا، فقذافي فكر ازاي ممكن يسرقهم. قام قذافي افتعل خناقة كده مع مراته عشان يسيبها وينزل، وقام رايح لبس نقاب. ولبس نقاب ليه؟ علشان لو حد شافه يفتكر ان هو اخت مراته المنتقبة، وقام سرق بيتهم اللي هو بيت حماه، وسرق ذهب ومجوهرات. ونركز هو سرق ايه عشان دي نقطة مهمة. بسبب كاميرات المراقبة زوجة قذافي الصيدلانية شكت فيه وقدمت ضده محضر، ولكنه شكله كده يعني هرب، لان الموضوع ما خلصش على كده، لا قذافي عمل هوية جديدة باسم محمد مصطفى مهندس كمبيوتر برضه، وكفايه على الراجل تغيير اسماء، مش هيبقى تغيير اسماء او تغيير وظائف. وخطب بنت راجل غني وجاب ممثلين على انهم عيلته. الراجل مصدق نفسه قوي يا جماعه. قذافي سرق منزل خطيبته واستولى على مبلغ مالي ومجوهرات، ولكن اهل خطيبته ما شكوش فيه، لذلك الزواج تم، ولكنه تم على ايد مأذون مزور. جريمه من اجل الجريمه يعني.
واضح ان قذافي اتزنق كده في مبلغ من المال، فقام واخد المجوهرات اللي حصل عليها من سرقات متعدده وراح يبيعها. قام الجواهرجي شك فيه وطلب له البوليس، وفعلا اتقبض عليه، ولكن هو مقبوض عليه دلوقتي عشان بيبيع مجوهرات مسروقه. ازاي بقى اتعرفت جرايمه؟ ركز معايا وانا هشرح لك واحده واحده. قذافي اتقبض عليه وهو بيبيع جزء من الحاجات اللي سرقها من اهل مراته الصيدلانيه. الشرطه كانت موزعه منشور بمواصفات المجوهرات اللي كان سارقها قذافي من مراته الصيدلانيه، فلما راح عشان يبيع جزء من المجوهرات دي اتقبض عليه. مين اللي عرفت؟ مراته اللي كانت في الوقت ده اللي هي مراته بنت التاجر، فقالت بس يبقى هو اللي سرقنا، وقامت محرره ضده محضر. في نفس الوقت ده اسره المهندس رضا عرفت ان ممتلكاته اتباعت بطريقه مش مظبوطه، الاوراق مش صحيحه، في غلط في الاجراءات، في حاجه مش صح في الموضوع، فقعدوا يدوروا اكتر واكتر ورا الموضوع. والمفاجاه ان هم لقوا المهندس رضا محبوس. ما قذافي منتحل شخصيه رضا، يبقى على الورق مين اللي اتحبس؟ رضا، بس في الحقيقه قذافي. راحوا اهل رضا يشوفوا رضا اللي محبوس ده، ما لقوهوش رضا، لقوا قذافي صاحب رضا. الله، ايه يا جماعه اللخبطه دي؟ ولا لخبطه ولا حاجه، هم اصلا كانوا شاكين في قذافي. واخيرا بقى في محضر رسمي في قذافي متهم بقتل المهندس رضا، وبعد كده توجهت 3 اتهامات قتل تانيين لقذافي. في فيديو بجد في منتهى الفظاعه، انا هسيبه لكم في المصادر لو حابين تتفرجوا عليه. بعد ما اتقبض على قذافي الشرطه خدته وراحت على شقه بولاق الدكرور علشان يشوفوا يعني بيبقى تمثيل حي للي حصل وقت الجريمه، المتهم هو اللي بيقوله. فقذافي بمنتهى الهدوء، بمنتهى يعني لا مبالاه وهدوء وكل حاجه هادي خالص، احنا ما فيش حاجه، منتهى الهدوء بيقول لهم احفروا هنا 2 متر، ولما تحفروا 2 متر هتلاقوا الجثه. وفعلا الشرطه استخرجت الجثث من شقه بولاق الدكرور ومن مخزن اسكندريه. وهنا هتسالني سؤال في غايه الاهميه، هو ازاي بعد الفتره الطويله دي كلها، بنتكلم في سنين، ازاي الشرطه بتعرف ان الجثث دي للضحايا دي؟ والاجابه بسيطه، عن طريق الدي ان اي او الحمض النووي اللي بياخدوه من ذويهم، وبمطابقه الحمض النووي بنعرف مين الناس دي. وعلى فكره قذافي اتحط 2 شهر في مستشفى الامراض النفسيه والعقليه عشان يتكشف على صحه قواه النفسيه والعقليه. ولكن الموضوع ده بقى مش هيدخل عليكم، انا حكي لكم، مش انا قلت لك ان قليل قوي من السفاحين اللي بيعرفوا يخرجوا من المواضيع دي بسبب ادعائهم للجنون؟ هم في كامل وعيهم، لكن هم بس عارفين يفصلوا ما بين حياتهم العاديه وما بين حياتهم كسفاحين. وبالتالي انت مش هتتفاجئ لما اقول لك ان التقرير جه فيه ان قذافي سليم نفسيا وعصبيا، وان هو كان واعي لكل الجرائم اللي كان بيرتكبها. اول حكم اعدام صدر ضد قذافي كان يوم 24 مارس سنه 2021 في قضيه قتل المهندس رضا، والتاني بعدها ب3 ايام يعني يوم 27 مارس في قضيه قتل نادين، والحكم الثالث كان بعدها ب9 ايام يعني يوم 5 ابريل في قضيه نادين البنت اللي اخذ منها 45,000 جنيه. واخر حكم اعدام صدر ضده كان يوم 21 مارس 2022. وبرغم ان قذافي استأنف في كل القضايا الا ان في 3 احكام اعدام مؤكده ضده، يعني اترفض فيها الاستئناف. ولكن لحد اللحظه اللي بسجل فيها الحلقه دي قذافي عايش، وده ليه؟ لان هو بيستأنف في الحكم الرابع. عارفه انت بتتساءل ايه؟ يعني هو لو حصل ايه في الحكم الرابع؟ ما هو في 3 احكام تانيين مؤيدين ضده، بس اهو بيكسب وقته وخلاص. اهي قصه قذافي دي بتاكد لنا ان المجرم لا بالشكل ولا بالصفات، ده ممكن بنت زي القمر وتبقى سفاح. بنت بنت عادي، ايه المشكله؟ خليني افكرك بحاجه قلناها من شويتين. فاكر لما قلت لك ان من علامات ثلاثي ماكدونالد العنف ضد الحيوانات الاليفه، خصوصا اكتر واكتر العنف ضد القطط؟ ادينا محتاجين الحته دي بقى. الله، اشمعنى القطط؟ اصل القطط رمز الانوثه. طب ودي فيها ايه بقى؟ تعالى وانا احكي لك. في عالم جريمه اسمه إريك هيكي. إريك كان في اول حياته المهنيه حاضر مؤتمر للإف بي آي، وكان في وقتها جريمه مغلبه الإف بي آي والناس كلها عن شخص قتل 8 اشخاص على مدار 2 سنين كلهم بالسم. ففي المؤتمر إريك رفع ايده عشان يسأل سؤال في منتهى الأهمية. لو سمحت هو حضرتك شاكك ان القاتل راجل ولا ست؟ قام عميل الإف بي آي بصله باستغراب قوي كده وقال له مفيش حاجة اسمها قتلة متسلسلين ستات اصلا، عشان كده نظرية زي نظرية ثلاثي ماكدونالد تحسها موجهة للرجالة بس، بتتكلم على القتلة المتسلسلين من الرجال فقط. خلينا اشرح لك الموضوع بطريقه ابسط. دلوقتي احنا قلنا ان القطط هي رمز الانوثه، صح؟ فهل في ست هتهين رمز الانوثه؟ اكيد لا طبعا. لكن الراجل لما يهين رمز الانوثه ده يبقى دليل على انه عنده اضطراب. الفكره ان إريك فضل ورا الموضوع ده لان هو كان عايز يثبت جدا 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 ان في قتله متسلسلين ستات.
هو كان كل همه انه يثبت ان كلام العميل اللي من الاف بي اي ده غلط وفي قتله متسلسلين ستات عادي. انا مش فرحانه فيه خالص ولا حاجه، بس هو في سكته يعني اثبت ان في العقد الاخير من 2000 ل 2010 من 93 ل 95% من مرتكبين الجرائم كانوا رجاله، وان من 5 ل 7% بس ستات. انت فاكر ان هو سكت على كده؟ لا، ده درس ال5 أو 7% من الستات دول بشكل دقيق جدا، ووصل لمعلومات بصراحه بقى مش هقدر انكر حلوه جدا. بسبب ان إيريك درس الموضوع ده باستفاضه شديده، فهو في الاخر قدر يقول لنا الفروق الدقيقه بين دوافع قتل الرجاله وقتل الستات، وقدر كمان يقول لنا الفروق القويه ما بين طرقهم في تنفيذ الجرائم. وطبعا الاهم من كل ده قال لنا ليه الستات ما كانوش بيتقفشوا. ماشي يا عم إيريك، الدوافع ما بين القتلة الستات والقتلة الرجالة مختلفة تماما. القتلة الرجالة عادة بيقتلوا بدافع غريزي اتجاه النوع الآخر، ولكن القتلة الستات عادة بيقتلوا بهدف المال. كمان القتلة المتسلسلين الرجالة عندهم صبر ان هم يراقبوا حد ويتعرفوا عليه ويأمنوا له ثم يرتكبوا جريمتهم. القتلة الستات بقى ما عندهمش خلق، عادة جرائمهم بتبقى من الدايرة المحيطة بيهم، ولكن النوعين مشتركين في استهدافهم للضعفاء والناس الكبيرة في السن والأطفال. بمعنى تاني هم مشتركين في استهدافهم للناس اللي يقدروا يسيطروا عليهم. لما بيلاقوا مسرح جريمة فيه عنف وتعذيب وعشوائية وفوضى، عادة بيبقى القاتل راجل، لأن طبقا للأبحاث الستات لا تميل للقتل بوحشية، ولكن وجد إن في 50% من الحالات الستات قتلت بالسم، ولذلك كانوا مسمينهم في البحث اللي هسيبهولك في المصادر تحت quiet killers أو القتلة الهادئين. ولو حطينا ان القتلة الستات هادين مع ان نسبتهم قليلة، مع ان محدش كان بيشك فيهم اصلا، فعادي جدا انك تلاقي واحدة قتلت عيلة كاملة من غير ما اي حد يشك فيها. وده الحال مع واحدة من ابرع المجرمات اللي قرأت عنهم، وهي صباح، والمعروفة باسم سفاحة الغربية. صباح بنت جميلة من الغربية، معروف عنها امانتها وحسن رعايتها لأسرتها. صباح اتجوزت وخلفت ولد وبنت، ولكن برغم ان جوزها كان صغير في السن الا انه فجأة توفى. لا حول ولا قوة الا بالله. طب فين الجريمة في كده يا آية؟ اصبر شوية واحكي لك كل حاجة. بعد ما خلصت صباح فترة عدتها على طول، وافقت ان هي تضحي وتتجوز اخو جوزها الاصغر منها في السن عشان يربي ولاد اخوه ومحدش غريب يربيهم. جميل، ست مضحية. بس الغريب ان اخو جوزها اللي هو بقى جوزها دلوقتي هو كمان توفى. يعني 2 اخوات اتجوزوا نفس الست والاتنين توفوا. يعني هو الموضوع فيه حاجة غريبة شوية، بس الناس في الأرياف ناس طيبة وجميلة وما بيشكوش في حاجة ومؤمنين بقضاء ربنا وقدره. بعد الأحداث دي ب3 شهور مامة الأخين اللي هي حماد صباح توفت. هنشك في حاجة بقى؟ لا أبدا، مش قلتلك الناس طيبة؟ وال3 وفيات عدوا بسلام. مفاضلش في العيلة دي دلوقتي غير أخ واحد. الأخ ده ساب مراته اللي لسه والدة ما بقالهاش أسبوع ونزل على الغيط يشوف شغله، ولكنه رجع بسرعة على صريخ ابنه اللي عمره أيام، علشان يتفاجئ لما يرجع بمراته متوفية على سريرها وجنبها ابنه اللي عمره أيام بيصرخ. وفعلا الموضوع كان هيعدي عادي خالص، لولا ان موظف الصحة لما جه وكشف على الضحية لقى في رقبتها آثار كدمات وآثار لخنق، فقال لك لا ده كده في اشتباه في جريمة، ورفض انه يكمل الإجراءات لحد ما الشرطة تيجي. وفعلا الشرطة جت وابتدت كل الجرائم تتكشف. فاكر لما قلتلك ان الابحاث بتأكد ان اغلبية القتلة الستات بيقتلوا بالسم والدافع بيكون الفلوس؟ صباح سمت جوزها الاول وجوزها التاني وحماتها عشان تقضي على العيله دي كلها عشان تستولى على الميراث ليها لوحدها، وكانت بالفعل سمت مرات اخو جوزها اللي هي سلفتها، ولكنها ما توفتش بالسم، فاستغلت عدم وجود جوزها وقامت جايبه طرحه وقامت خانقاها بيها. اكتر حاجه يقشعر ليها الابدان فعلا ان لما الجريمه دي اتعملت وقبل ما نكتشف ان الفاعله كانت صباح صدر امر بالدفن. مين بقى اللي غسل الضحيه دي؟ كانت صباح ومامتها، ومشيت في جنازتها عادي وكانت بتعيط ومنهارة، وهي اللي بايديها ميتمة طفل عمره ايام. طيب ازاي صباح وقعت؟ لا، هو السؤال مش هيبقى ازاي صباح وقعت، هو السؤال هو مين اللي شهدت على صباح بنتها اللي وقتها عمرها كان 5 سنين. بنت صباح كانت شاهدة على كل الجرائم اللي ارتكبتها صباح، ولما استدعوها في النيابة برغم صغر سنها الا ان هي قالت كل حاجة. والبنت قالت ان هي كانت عارفة كل التفاصيل عن كل الجرائم، ولكن مامتها كانت مهدداها بالقتل، لذلك هي كانت خايفة تتكلم مع اي حد. هل في شك ان قصص المجرمين بتتعمل في الافلام بطريقة مشوقة جدا؟ احنا بنبقى قاعدين في ترقب فظيع مستنيين نعرف ايه اللي هيحصل باي شكل، بس ده ما يمنعش ان الامر جانب شديد الظلمة.
يعني عمرك فكرت ايه شعور اهالي الضحايا وهم بيشوفوا تجسيد حي للي حصل مع ذويهم؟ زمان فريد شوقي ومديحة يسري رحمة الله عليهم تقدموا بطلب للرقابة عشان يعملوا قصة السفاح اللي اتكلمنا عنه النهاردة محمود أمين سليمان، ولكن الرقابة رفضته بشدة عشان ما يتعملش من سفاح بطل والناس تتعاطف معاه. والدة نادين ضحية سفاح الجيزة في فيديو ليها منشور حرفيا من أيام هي رافضة فيه فكرة ان بنتها توفت، هي بنتها بالنسبة لها عايشة وهتيجي، برغم ان انا قايله لك ان بيتم التعرف على الجثث من خلال الدي ان ايه اللي متاخد من ذويهم. انت متخيل قد ايه ان في قلبها بيتقطع على بنتها لدرجه ان هي مش قادره تصدق اللي حصل معاها؟ وبصراحه ده حقها. ممكن حد تاني رايه ان قصص السفاحين لما تتعمل مسلسلات وافلام دي هتبقى بمثابه توعيه للناس. الصراحه السفاحين كرييتيف قوي، فاحنا احيانا بنبقى محتاجين نفهم طرقهم ونفهم هم ازاي بيفكروا. بالتالي قصص السفاحين دي هتساعد الناس ان هي تبقى في حاله يقظه دائمه، وممكن تمنع جرائم تانية في المستقبل. بصراحه انا محتاره، انت شاركني برايك في الكومنتس، قولي انت ميال ان القصص دي تطلع للناس ولا ما تطلعش. ولو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك، لان لايك يعني عجبني والحلقه عجبتك. لايك الحلقه وما تنساش الفولو عشان يوصلك كل الحلقات الجديده من بودكاست اعرفك بيه. وبما اننا في اول الحلقه دخلنا في الموضوع على طول، فخليني اشرح لك ايه هو بودكاست اعرفك بيه. في كل حلقه من حلقات بودكاست اعرفك بيه هحكي لك قصه شخصيه نعرف اكتر عن حياتها واهم انجازاتها ونتعلم منها في حياتنا اليوميه. واول حلقه انا عرفتك على سيكولوجيه السفاح واشهر قصص السفاحين في مصر. تاني حلقه انت اكتب لي في الكومنتس عايزه تبقى عن ايه او عن شخصيه ايه. شكرا انك اتفرجت او سمعت الحلقه للنهايه. مع السلامه.